السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هنعمل كيك من غير بيض. يلا نشوف الطريقه. لو عايزه تشتركي في قناتي اكتبي في البحث فوق مطبخ سيسي، اضغطي انتر هيدخلك على القناه، هيظهر لك كلمه اشتراك، اضغطي عليها، فعلي الجرس وبعدين حفظ عشان يوصلك كل جديد بنزله. بسم الله. اول حاجه معايا صينيه مقاس 22، دهنتها بالزيت او بالسمنه، وحطيت ورق زبده. لو ما عندكيش ورق زبده يبقى دهني زيت او سمنه ورشيها بالدقيق. ممكن تعملي نفس المقادير في صينيه مقاس 24، ما تعمليش في صينيه مقاس اكبر من كده عشان سمك الكيك ما يطلعش قليل. بس هدهن من هنا كده زيت. بالنسبة للمقادير معايا كوباية لبن رايب او حليب او زبادي. انا سبتها بره التلاجة. طريقة عمل الرايب موجودة على القناة. كوباية اهي. معايا كمان نص كوباية، بس انا مش هحطها كلها، لو احتجت ازود عشان انواع الدقيق بتختلف. في انواع دقيق بتحتاج سوائل، وفي انواع ما بتحتاجش. زي ما بقول دايما كل ما بعمل كيك او اعمل مخبوزات، تلت كوباية سمنة او زيت او زبدة. تلت يعني اقل من نص كوباية بشوية، لان نص كوباية لما عملتها بنص كوباية طلعت معايا الكيك دسمة قوي، وحسيتها ان هي فيها السمنة باينة فيها، حسيتها دسمة قوي، فخليها تلت كوباية، يعني ربع كوباية زائد شوية صغيرين. عليهم نص معلقة صغيرة فانيليا، كوباية ونص سكر بودر، ممكن بدل ما تستخدمي سكر باودر تستخدمي سكر عادي، بس تضربي المكونات دي كلها كده في الخلاط. ندوبهم مع بعض الاول. ممكن لو عندك ممكن تعمليها بعصير البرتقال، لو عندك بشر برتقال ممكن تضيفيه. هضيف عليهم كوبايتين 2 دقيق كل الاغراض. اضيف اول كوبايه الاول، ما نلاقي ما عادش فيه دقيق نرجع نحط الكوبايه التانية. معلقه كبيره بيكنج باودر، بسم الله. معلقه صغيره بيكربونات صوديوم اللي هي بيكربوناتو، وهي مهمه لانها زيها زي البيكنج باودر. انا ما جربتش ببيكنج باودر، بس ممكن تحطي كيس بيكنج باودر كامل يعني معلقه ونص وجربي، ممكن برضه تدي نتيجه كويسه. الخليط باين تقيل، هنزل باقي نص كوبايه. بنضيف حليب على قد ما بنلاقي سمك قوام الكيك. لو تقيل ترجعي تزودي شويه دقيق، لو خفيف بتزودي شويه حليب. عشان كده ما بحبش احط الحليب كله في الاول عشان ما اضطرش في الاخر ازود دقيق. ازود حليب احسن عشان الوصفه مقاديرها تفضل مظبوطه. برضو محتاجه شويه حليب شكلها تاخد كوبايتين الا ربع. هنزل الخليط في الصينيه. الفرن سخن على درجه حراره 180، مش هنفتح عليها قبل 25 دقيقه. ده القوام بتاعها اهو، عشان بس انا نسيت اهو القوام بتاعها، لا تقيل ولا خفيف.
خبطتين تلاتة كده عشان بس الهواء يخرج منها. زي ما قلت هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. اخدت في الفرن ساعة وربع. الكيكة عمل لي مفاجأة غير سارة. المرة اللي فاتت انا عملتها قبل كده بس عملت نص المقدار، عملت كوباية دقيق وكنت منصصة المقادير كلها، فكنت عاملاها في صينية صغيرة مقاس 16، فما كانش ينفع اطلع بالمقادير دي لان طبعا معظم الناس ما عندهمش المقاس الصغير ده، فضاعفت المقادير. فاكتشف المرة اللي فاتت لما عملت مقدار كوباية قعدت حوالي 25 دقيقة. المرة دي قعدت ساعة وربع. يعني انا حطيتها فوق، انا عندي الفرن من غير ما عنديش فوق شوايه، انا بحط فوق على طول اللي هي الشبكه اللي فوق بتستوي ووشها بيحمر وكل حاجه. فلقيته وشها محمر وجايه بخرجها لقيتها بحط السكينه لقيتها ميه من جوه، لقيتها لسه ميه من جوه، فرحت منزلها تحت ومغطيه وشها بصينيه عشان وشها ما يتلهفش اكتر من كده. قعدت ساعه وربع. اول ما تدخليها حطيها تحت، تمام، عشان نشوف بقى الغلط اللي انا عملته انتوا ما تعملوش. اول ما تدخليها بس مش تحت على الارضيه، لان في بنات كتير يسالوني احط الكيك على الارضيه ولا على الشبكه. مفيش كيك بيطبخ ولا اي حاجه تحطيها على ارضيه الفرن، لازم الشبكه. حطيها على الشبكه، اول شبكه تحت، وبعد نص ساعه طلعيها فوق. وزي ما عودتكم دايما عشان نتاكد ان الكيك مستويه وهي في الفرن تدخلي فيها السكينه. طلعت نظيفه. انا كنت ادخل السكينه الاقيها طالعه بعجينه فكنت بدخلها تاني. انا يعني كتير الاسئله دي بتجيني وبحب دايما وانا بشتغل ما تجيلي فرصه ان انا اوضح الحاجات دي. في بنات بينبسطوا يقولي انت بتقولي كل حاجه، وفي ناس تانيين يقولك انت بتشرحي كتير وشايفين ان ده يعني من عيوب الفيديو ان انا بشرح كتير. فانا مش عارفه بشرح كتير ده عيب ازاي، ما اعرفش. انا ما بستخسرش معلومه ان انا اقولها عشان تفيدكم وان شاء الله الحاجه تظبط معاكم من اول مره. هقلبها. بسم الله. طالعه طريه جدا، هي تبان اكنها شوكولاته بس هي مش شوكولاته، بتطلع طريه جدا سبحان الله، اكتر من الكيك اللي فيها البيض. يعني الكيكه اللي فيها البيض ما بتطلعش طريه زي دي، سبونج قوي. بسم الله. بعتذر صورت وما يعني بعتذر اشتغلت ولقيت الكاميرا مقفولة. انا دهنتها بالعسل الابيض عشان عايزة ارش عليها جوز هند. ممكن كمان بدل عسل ابيض ممكن مربى، اي نوع مربى، مش اي حاجة. لو عايزة تسيبيها سادة اوكي. ارش عليها جوز هند. ببص ما لقيتش التصوير، ما صورتش وعماله اتكلم. معلش اللي انا قلته في الجزء اللي انا قعدت اكلم نفسي فيه ده ومن غير تصوير. قلت انه من الافضل تستخدمي زبادي او لبن رايب، لان الكيكه دي من غير بيض، والبيض اصلا بيرفع الكيك، بيساعد في رفع الكيك. يعني اصلا دي كوبايتين اتنين بس دقيق وقعدت ساعه وربع. بعمل 3 كوبايات دقيق، كيكايه 3 كوبايات دقيق ما بتقعدش حوالي نص ساعه بالكتير او 35 دقيقه، لان البيض بيساعد في رفع الكيك. فاللبن الرايب او الزبادي بيبقى فيه نسبه بكتيريا. البكتيريا دي بتبقى اسمها بكتيريا نافعه، بتساعد ان المخبوزات او الكيك يهيش معاكي اكتر ويديكي نتيجه افضل. فافضل تستخدميهم بدل الحليب، يعني الافضل بدل الحليب. وطريقه اللبن الرايب موجوده على القناه. بتجيبي حبة حليب بتسيبيهم بره لحد ما يمسكوا نفسهم، بس مش اكتر. ممكن جوز هند او فرماسيل او اي حاجة تحبي تحطيها على الوش، او سكر بودر، ترشي سكر بودر زي ما تحبي. بسم الله نقطع. بسم الله الرحمن الرحيم.
مش عارفه اقلبها ازاي. اهي طريه جدا، جربوها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. معلش مش هدوق النهارده صيام. بتمنى الكيك يكون عجبكم النهارده. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي. وان شاء الله المقادير هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف قدامنا على الشاشة، موجود في الجنب مثلث. المثلث ده تضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. زي ما احنا شايفين هتلاقي مكتوب اضغط هنا لمشاهدة المقادير. اضغطي على اللينك اللي لونه ازرق هيدخلك على البلوجر اللي موجود قدامنا دلوقتي. البلوجر هتلاقي موجود فيه المقادير كتابة، والشرح كمان بالصور وبالتفاصيل.